السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من بايوكاست، البودكاست الرسمي لبايونير للخدمات الطلابيه. النهارده معانا ضيف مميز جدا وملهم للملايين. في ناس كتير بتعتبره مصدر تعليم ليهم في الكونتنت كرييشن، في التصوير، في السفر، في حاجات كتير جدا. برضه هو حصل على جايزه في 2022 كاحسن صانع محتوى تعليمي في الشرق الاوسط. علي هاسلر. اهلا بيك. ازيك يا علي؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ نورت ماليزيا طبعا مبدئيا. منوره بناسها والله. ايه رايك في الاجواء هنا، وايه رايك في لا جميله قوي، انا انبهرت الصراحه. بلد متطوره بطريقه، انا عشت في دبي اصلا فتره كبيره. فاول مره احس ان انا في بلد هي زيها زي دبي، بس يمكن معليه شويه ان ميكس خضره مع التطور والمباني، ده حاجه جديده عليا. فعلا اول امبريشن الناس بتاخده عن ماليزيا ان هو بتطلع من المطار تلاقي حواليك خضار في كل حته، يعني حاجه مش متعودين عليها بالذات كعرب يعني. طبعا طبعا. حابب اسالك من البدايه على اسم علي هاسلر. امم ايه جه منين اسم هاسلر ده؟ جه منين ده قصه كبيره. انا زمان اصلا كان اسمي فوتوشوب هاسلر. اوكي كنت بشتغل بعمل حاجات فوتوشوب وبحاول افريلانس مع الاجانب. تمام. فكان هدفي كله ان لما الناس تسيرش على كلمه فوتوشوب ابقى انا اول واحد اطلع لهم في السيرش. اوكي فقلت اول فكره جات لي، قلت انا هسمي نفسي فوتو ماجيشن مثلا او حاجه كده، بس كانت كلمه واحده فما كانتش سيرشابل. فقلت انا عايز كلمه فوتوشوب واي حاجه. فقلت فوتوشوب ويز علي، ما حسيتهاش، ما اعرفش ايه. بعدين اخترت هاستر. كنت هسمي نفسي فوتوشوب جورو، زي معلم يعني او سensei او كده، بس حسيتها مش شخصيتي. انا حسيت المعلم ده حاجه تقيله قوي. انا بحب دايما التعليم بطريقه الهكات والسرعه وما اعرفش ايه وبتاع وكده، فحسيت هاسلر لايقه اكتر. يعني الهاسلر، يعني بيزيكلي هاسلر دي انت اللي اخترعت الاسم ده؟ يعني هي كلمه، هي الهاسل منتاليتي عامه، واحد بيسعى وبيفرك وما اعرفش ايه وكده، فهو فوتوشوب مع هاسلر في نفس الوقت. انا بجد عجبني جدا الاسم، والاسم كاتشي، يعني اللي هو لما تسمعه مره صعب تنساه. طب كويس فده يعني احسن حاجه في صناع المحتوى لما يختاروا اسم كده بيلزق مع والله مع هو جه الناس كده يعني. بس كويس ان هو بيعلق مع الناس يعني. طب بما اننا فتحنا القصه بتاعت صناعه المحتوى دي، عايزك تعرفنا عن نفسك كده. انت بدات امتى؟ بدات ازاي؟ احنا عارفين برضو ان انت كنت بتدرس حاجه مختلفه خالص. الكارير شيفت ده انا كنت هندسه عماره اصلا عادي في جامعه هندسه في مصر وكل حاجه. جيت على اخر سنه قلت ايه، انا عايز ابدا اشوف اوبشنز مختلفه ويبقى قدامي كذا طريق. شفت طريق الفريلانسنج، طب ممكن ايه يجمع بين الفوتوشوب وبين او ايه يجمع بين حاجه اقدر اعملها فريلانس وفي نفس الوقت تضيف لي في العماره. فساعتها اخترت الفوتوشوب لان جزء كبير من شغلنا كمعماريين بيبقى داخل فيه حته الفوتوشوب. قلت هتعلمه، ينفعني الناحيه دي، ما نفعنيش كده كده هينفعني ايه في الكارير بتاعي. ومن هنا بدات بقى ابتديت ادور على كلاينتس، عايز ابدا اشتغل مع ناس وكده. دخلت بقى على المواقع المشهوره اللي هو اب وورك وفايفر مستقل وخمسه والحاجات اللي هي الكتيره قوي دي. وطبعا صعوبه شديده ان انت تلاقي اول كلاينت وبتاع وكده. في نفس الوقت كنت بنزل على كل منصات شغلي بتاعه السوشيال ميديا. واللي اكتشفته بقى ان المنصات دي بتجيب لك اكتر اصلا من منصات الشغل نفسها. ان انت تبقى معروف على السوشيال ميديا. فدي كانت اول بدايه ليا خالص، اللي هو انا الشغل اللي انا بعمله بنزله عندي. كان مفيش ساعتها غير انستجرام ويوتيوب، والفيسبوك ده ما كانش في دماغي اصلا، كان اخره بروفايل بيكتشر والحاجات دي. فابتديت انزل الشغل بتاعي على المنصات ولقيت ناس بتجيلي وكده. ولقيت بقى واحده واحده ايه، لما يعني دي كانت التيرنينج بوينت بالنسبه لي، لما شركه ادوبي نفسها كلموني يشتغلوا معايا من ان هم مجرد بيشوفوا شغلي وكده. فحسيت اللي هو لا، ده في بوتنشال كبير لمجال السوشيال ميديا غير حته الفريلانسنج، غير ان انا يجي لي عملاء منه او كده. لا ده انا ممكن ابقى صانع محتوى. ومن هنا اخدت الطريق ده بقى. بس دي خطوه جريئه قوي، يعني ان انت تاخد كارير شيفت كده فجاه. اكيد راي اهلك وراي اصحابك ما كانش اسهل حاجه، خصوصا ده كان من حوالي كام سنه؟ 7 سنين تقريبا. يعني من 7 سنين السوشيال ميديا ما كانتش في البيك بتاعها برضو. ان انت تقنع حد ان انت هتعمل سوشيال ميديا كدي شغلانه كان برضو حاجه صعبه يعني. هي اكيد كانت صعبه، واهلي بقى وهتسيب هندسه ومش هتسيب هندسه وما اعرفش ايه والكلام ده كله وكده. بس هي ما جاتش برضو مره واحده، يعني هي جات ان انا ابتديت ابني واحده واحده وقت الجامعه. بعديها قعدت سنه ونص جيش كنت برضو ببني واحده واحده. وكنت ابتديت اشتغل فريلانس وابتديت ادخل فلوس اكتر من اللي كنت بدخلها من شغلي كهندسه.
فلما انت تلاقي حاجه اوريدي انت بنيت فيها مم. شغاله احسن، بتجيب لك فلوس احسن، معرفش ايه، انا نفسيا كعلي اقتنعت 100%. الاهل كان لسه مقلقين شويه، بس مجرد ما لقوا لا ده في شغل وفي بتاع ومعرفش ايه وبتاع وكده، لا طبعا يا ابني ده طالما ده الاحسن وشغال وبتجيب فلوس، انت ادرى، اتكل على الله يعني. طب وانت كنت اصلا بتحب هندسه ولا انت كنت داخلها بس عشان يعني برضو زي ما معظم المصريين او معظم العرب بص بيبقوا عايزين اللقب بتاع مهندس يعني؟ لا انا دخلت هندسه عشان كنت أنا طول عمري ماث وفيزيكس، دي المواد اللي انا ايه اللي هي بقفلها من غير مجهود. مم. فطبعا اوتوماتيكلي بيبقى الموضوع ايه، انا شاطر في الحساب ما تخش هندسه او كده. فمن هنا كانت دخولي الهندسه. وعماره بقى انا ما كنتش عارف اخش هندسه ايه، لقيت عماره كانت اول واحده عشان حرف الايه اركيتكتشر، اخترتها. قلت ابقى اخش اعدادي بقى واشوف بعديها هعمل ايه، ولقيت نفسي فيها. بس هي كمجال مجال حلو قوي يعني، انا مم. هندسه من المجالات اللي فعلا حلوه وبتمتعني الدراسه فيها، وبتمتعني الحلول والتفكير والحاجات دي. بس شغلها هو اللي سيء جدا للاسف، بالذات في مصر يعني، فده اللي خلاني ابعد عنها. طب وشغلها انت شايف ان هو يعني سيء بسبب ان ان الماركت متشبع ولا بسبب ان حاجه تانية؟ احنا طول عمرنا زي ما انت قلت لسه قايل عندنا عقده المهندس. مم. الناس كلها عايزه تبقى مهندسين ودكاتره من زمان. اللي حصل ان لما انتشرت بقى الجامعات الخاصه بتقبل بقى بمعدلات قليله وما اعرفش ايه، ففجاه ناس كتيره قوي دخلوا مجال اللي هو طب، صيدله، هندسه، ما اعرفش ايه الحاجات دي. فالسوق ما كانش محتاج العدد ده كله. فاللي حصل ان السوق اتملى قوي، فابتدت الشركات تتعامل تدي مرتبات قليله، تتعامل مع المهندسين بطريقه مش كويسه، يقعدوهم وقت زياده لحد بالليل من غير اوفر تايم، معرفش ايه. فدي كانت مشاكل كتير قوي في شغل بالذات مدني وعماره. يعني المشكله دي اكتر حاجه شفتها كان في مدني وعماره. المجالات دي تشبعت، بره بيشتغلوا كويس، دول الخليج بيشتغلوا كويس، الكلام ده كله. بس في مصر الموضوع ما كانش احسن حاجه يعني بالنسبه لي. طب انت ازاي اتعاملت مع الضغط اللي انت اتحطيت تحته، اللي انت برضو يعني محتاج تثبت حاجه، وازاي شجعت نفسك لحد ما وصلت للنقطه ان انت بقيت بتعمل فلوس احسن ما كنت بتعملها قبل كده، وقدرت تثبت لهم ان انت صح؟ والله هي بص، مجرد ان انت تبص على الناس بره شغاله ازاي، تشوف شغل. يعني انا اخويا كان قاعد في امريكا، فابتديت اساله مثلا اللي بيعمل فوتوشوب، بيعمل اديتنج، بيعمل جرافيك ديزاين، الكلام ده بيقبض كام؟ لقيته طبعا بيقبض بال 5000 ولا 4000 دولار او كده، اللي هو يعني دلوقتي احنا بنتكلم في ربع مليون جنيه في الشهر. فانا من ناحيتي اللي هو انا كشطاره بشوف شغلهم وبشوف شغلي، انا شاطر زيهم. انا عايز اخد بس نفس الشغلانه اللي هما بيشتغلوها دي، ومش عايز ال 5000، هات لي 1000 بس ابقى مبسوط. مم. فهو ده كان الجول. فكنت حاسس ان هو بسهوله هقدر اوصل، مش حاجه صعبه. احنا كمصريين شاطرين، بعرف اذاكر، بعرف اتعلم، المعلومات موجوده على النت كلها، هتعلم وهوصل لحاجه حلوه وهلاقي الشغلانه. اللي حصل اني ما لقيتش الشغلانه، صعب تشتغل فول تايم مع بلد من بره وانت في مصر، الموضوع مش سهل، الورق، المواعيد، الكلام ده كله. ولكن اللي قدرت اعمله ان انا قدرت القط فريلانسات من بره. مم. طب هل كان في مثلا مصدر الهام ليك في كل ده، ان انت عايز تكون شبه اليوتيوبر ده او صانع المحتوى ده؟ كصانع محتوى يمكن ما كانش فيه مصادر الهام قوي، على قد ما في بدايتي كفوتوشوب او كده كنت بتفرج على ناس كتير. كان في واحد اسمه احمد عماد الدين، مصري، وكان بيعمل بوسترات، عامل بوستر لبينك فلويد وما اعرفش ايه وحاجات تقيله قوي. فحسيت اللي هو وخريج صيدله كان، فاللي هو طب ما طالما في ناس مصريين قادرين يوصلوا لكده، انا كمان اقدر اوصل لكده. فده كان مصدر الهام. كصناع محتوى بقى الموضوع كان كل شويه اتسحل في اتجاه. انا كبدايه كنت بتفرج على اجانب اكتر، الاقي واحد مثلا بيعلم فوتوشوب، طب ما انا ممكن اعمل توتوريالز زيه. واحد بيعلم تصوير واضاءه، انا عايز في يوم من الايام انزل الشارع بالسوفت بوكس بالبتاع واصور واشرح على موديل وبنعمل ايه وما بنعملش ايه والكلام ده كله. ف يعني ما اقدرش اقول لك كان في حد واحد هو ده اللي مصدر الالهام او اللي خلاني امشي في طريق، بس هم ناس كتير، هنا شويه هنا شويه، عايز ابقى زي ده في الحته دي، زي ده في الحته دي، زي ده في الحته دي او كده. بما انك دلوقتي قلت على صانع المحتوى الاولاني او بتاع فوتوشوب كان الاولاني احمد عماد ده اللي كان في صيدله وبقى كونتنت كريتور او بقى بتاع فوتوشوب، آه. وانت كنت في هندسه وبعدين بقيت كونتنت كريتور معروف جدا ما شاء الله. حاسس ان دلوقتي معظم برضو صناع المحتوى اليوتيوبرز المشهورين جدا في مصر، مثلا ممدوح نصر الله كان صيدلي، نصوحي كان مهندس. هتلاقي ناس كتير عملوا كارير شيفت من كليات اللي هي بتسمى كليات القمه في مصر، لانها اللي بقوا صناع محتوى او بقوا بيعملوا حاجه يعني زي الباشن بتاعهم. فانت شايف ده سببه ايه؟
ان هو ده بقى بيحصل دلوقتي كتير جدا، الناس ما بتشتغلش في اللي هي بتدرسه؟ هقول لك سببين. يعني اول حاجه اللي اتكلمنا فيه الاول، ان فكره العرض والطلب، ان ناس كتير قوي فجاه دخلوا صيدله. انت قلت صيدله، هتلاقي طب اسنان، صيدله، هندسه، دول اكتر 3 حاجات انا واخد بالي منهم يعني. فهتلاقي ناس كتير قوي دخلوا الحاجات دي وما لاقوش الشغل اللي هم عايزينه او بيدوروا عليه او كده، فده كان سبب ان هم ينقلوا او يشوفوا طريق تاني. حاجه تانية يمكن دي هتكلم عليها من ناحيه الهندسه، اللي بيتخرج من هندسه بيتعلم حاجه اسمها البروبلم سولفينج سكيلز بطريقه لذيذه. ان يعني هندسه كلها تشغيل مخ، واقدر احل مشاكل، ويقابلني كذا هعمل كذا معرفش ايه وبتاع، فبيبقى اوريدي شاطر في الحته دي، ففي اي مجال بيخش فيه بيعرف يتصرف شويه. فهي الحته دي برضو كذا حد انا من البودكاستات اللي سمعتها ومن الناس اللي هم برضو عملوا كارير شيفت، دايما بسمع حته اللي هو المهندس بيدرس في هندسه بس برضو بيتعلم حاجه اللي هو انا هتصرف، انا لازم اتصرف في المشروع ده، لازم اتصرف في الكيس دي، فاي حاجه بعد كده بيعرف يتصرف بره كمان المجال بتاعه. ايوه بالظبط. طب هسألك سؤال تاني، انت دلوقتي معروف كمصدر الهام لناس كتير جدا. انت شايف ايه دور التعليم في رحلتك الشخصيه؟ يعني زي ما انت قلت مثلا موضوع ان انت بقى عندك بروبلم سولفينج سكيلز، ايه تاني حسيت ان التعليم ضاف لك في الكارير اللي انت دخلته بعد ما عملت كارير شيفت يعني؟ بص انا ليا كلمه دايما مشهوره بقولها، انا بعشق التعليم لكن بكره النظام التعليمي. دي كلمه كده دايما بقولها في اي حاجه. التعليم مهم جدا في كل حاجه في حياتنا. التعامل، فكره ان انا اصلا اقدر اتكلم قدام الكاميرا، دي حاجه انا اضطريت في يوم من الايام اتعلمها. بدات قصتي اصلا بان انا يعني اول مره اتعلم بنفسي. هو مشكله النظام التعليمي ان هو بيعلمنا ما نتعلمش. بيعلمنا انت بتصحى من النوم تروح قرفان لمكان معين، يرمي لك المعلومات، بيسموها السبون فيدنج، يرمي لك شويه معلومات ويديك الشيت، تحفظ الشيت، هو ده الشيت اللي هتمتحن فيه، وتقوم ممتحن فيه على طول. فدي من يعني كانت المشاكل اللي مقابلاني. فاول مره اكتشف ان انا اصلا اتعلم لوحدي، كنت عايز ابدا موضوع الجيم والرياضه وكده، فكنتش عارف اعمل ايه. فالاول مره في حياتي كان يمكن حتى السوشيال ميديا مش منتشره قوي، دخلت على جوجل هاو تو مثلا جرو 6 باكس. كان وقتها بقى كانت الموضه وما اعرفش ايه، فيلم توايلايت والفتره دي. فاللي هو ايه ده، معلومات وفيديوهات وناس بتقول، ولقيت نفسي بمجرد كام يوم انا خلاص بقيت خبير في الرياضه وانواع التمارين وما اعرفش ايه وبتاع، وابتديت افهم حاجات وبتاع. فاكتشفت ان التعليم مش مقتصر بس على ايه المنهج اللي انت بتروح تاخده او كده، انت ممكن تنطلق وتتعلم لوحدك. ومن ساعتها اخدت الكونسبت ده في كل حاجه في حياتي. هاو تو دي اكتر حاجه بكتبها، هاو تو اي حاجه، هاو تو فوتوشوب وابتديت اتعلم فوتوشوب، هاو تو سوشيال ميديا، هاو تو لايت اتعلمت تصوير وتعلمت اضاءه وتعلمت بتاع، هاو تو كرييت ا بودكاست، يعني دي حاجه زي كده الواحد ممكن يعمل هاو تو ويبدا يتعلم الناس بتعمل ايه خطوه بخطوه، ازاي هاو تو ازاي تتكلم قدام الكاميرا. فالتعليم في كل فتره في حياتنا وما بيقفش يعني. في كل فتره كمان دلوقتي انا هاو تو شغال ناحيه الاي اي، هاو تو رايت ا برومبت مثلا عشان تعمل حاجه. فالواحد التعليم جزء دايما من حياتي وعمره المفروض ما يقف يعني. انا كان سؤالي الجاي اصلا حاجه اللي انت جاوبتها دلوقتي بالظبط، اللي هو انت لو طالب دلوقتي ويعني محتاج تتعلم الحاجات اللي انت لسه قايلها دي، كنت هتعمل ايه؟ بس انت جاوبتني اوريدي ان انت قلت لي هاو تو. بص حاجتين النت بيعملهم غير برضو الهاو تو. يعني انت هاو تو هيطلع لك فيديوهات عن الحاجه اللي انت بتدور عليها دايركت. حاجه تانية حلوه قوي بقى ناس كتيره ما بتاخدش بالهم منها، وقت انا الفوتوشوب لما كنت بتعلم فوتوشوب وكده، كنت عملت ايه، عملت زي جروب كده مجمع الناس كلها اللي بيعملوا نفس الحاجه، فبقينا كلنا في زي انستجرام جروب مع بعض. في نفس الوقت دخلت على كل الجروبات اللي على الفيسبوك، جرافيك ديزاين، جرافيك يونيون، اعرفش ايه بالعربي، مصممين مش فاكر اسامي كل الجروبات. بس مش بس ممكن تتعلم من النت والسوشيال ميديا، انت ممكن تعمل جروب من الناس كلهم مهتمين بنفس الحاجه اللي انت مهتم بيها وبيعملوا نفس الحاجه اللي انت مهتم بيها، زي ستادي جروب يعني كده على السوشيال ومن غير ما نبقى بنذاكر، مجرد ان انت يبقى حواليك ناس في نفس الحاجه كلهم بيعملوا نفس الحاجه، هتحس ان انت ايه بتتعلم اسهل، تبس اند تريكس بيننا وبين بعض. واحد ينزل، كنت برضو الجروب بتاعنا ده كنا قبل ما ننزل اي بوست او كده احطه على الجروب، يا جماعه ايه رايكم، فيبدا ناس نفس مجالي ونفس ليفلي يقولوا لي ارائهم، فيبداوا يعني اشوف الحاجه من منظور مختلف شويه. اوكي تمام. يعني انت مثلا دلوقتي شايف ان لو واحد مهتم بان هو يعمل كونتنت كوره، يروح يجمع حواليه
جروب من الناس ان هو مهتمين بنفس على الحاجه. الاقل في ليفله كبدايه، مم. ان هو ممكن يحاول يروح يجمع الناس الكبيره في الكوره يلاقيهم ما بيتجاوبوش أكيد طبعاً، معاه. أيوة. فهي دايما الواحد بيحاول يجمع ناس من اللي حواليه يتعلم منهم. بس هو في الكيس دي انت بتقول واحد عايز يعمل محتوى كوره، فعلى الاقل يجمع ناس ليها علاقه بالمحتوى، مش لازم كوره. محتوى بس انا عميق. علشان كنت بتعلم فوتوشوب مش كان محتوى وقتها، حاجه تكنيكال هو جدا. كان تكنيكال قوي، فكان هدفي ان انا لازم ناس تكنيكال. مم. هو بقى يمكن لو مثلا داخل تكنيكال في حته التحليل يبدا يعمل جروب بين المحللين ويبداوا ينقدوا ويشوفوا وما اعرفش ايه، دي تساعده جامد انه حتى في مقوله كده دايما الاجانب يقولها، يقول لك show me your friends I'll show you your future. فانت لو محطوط في موقف مش قادر تعمل دايره صحاب في حاجه معينه، على الاقل اعملهم على النت. ايوه يبقوا معاك في جروب على النت كده تشيروا مع بعض حاجات. تمام. السؤال اللي انا كنت عايز اسالك عليه بعد كده على المحتوى اللي انت بتقدمه بقى. انت بتقدم محتوى يعتبر محتوى تعليمي بس في نفس الوقت ترفيهي. صححني لو انا هستخدم لا، الفريز غلط. هو اسمه اديو انترتينمنت. بيسموه هو ميكس بين انترتينمنت واديوكيشن، edutainment. وهو مش مصطلح، ما فيش حاجه اسمها قلته غلط كده لان هو مش مصطلح اصلا. هو كده ميد اب يعني. انت جمع الكلمتين باي طريقه تريحك وخلاص. بس هو فعلا عشان كنت قريته في ارتكل وانا بحضر الحلقه، فعجبني جدا المصطلح اللي هو اديوتينمنت. كان اول مره اسمعه، وكان تقريبا مش فاكر كان ارتكل ولا كان في لقاء، كان تقريبا انت قلته مع صاحبة السعاده او حاجه، كان لفت انتباهي جدا يعني. اوكي. طب الاديوتينمنت ده انت شايف ان هو بيفيد الفولورز بتوعك ازاي في حياتهم الشخصيه، او انت بتعمل الفيديو ده بهدف ان هم يطبقوه ازاي؟ بص هقول لك، اغلب اللي بيقعد يفتح موبايله ويقلب هو مش بيدور على اديوكيشن. قليل اللي بيفتح يبقى بيدور على معلومه، موجود بس نسبته يعني اكيد اقل من 10% من اللي فاتح بيقلب بيرفع عن نفسه، خلص شغل خلص جامعه خلص اي حاجه وقاعد بيقلب في الموبايل. فاغلب الناس بتدور على ايه؟ حاجه تبسطهم، تخرجهم من صعوبه يومهم، معرفش ايه او كده. فانت لو دخلت لهم ببيور اديوكيشن هي يعني مش يعني انا لسه راجع من الجامعه خلصت محاضره الدكتور الفلاني ومش طايق نفسي، هلاقي واحد داخل لي باديوكيشن ومعلومات صعبه ودسمه وكده، مش هقدر اتفرج عليه غير لو الموضوع اتحط لي بطريقه او اتقدم لي بطريقه فن انترتينمنت. فاحنا بنحاول بقدر الامكان، هو 3 حاجات: education وانسبايرنج وانترتينمنت. دي 3 اسس كده في اي فيديو الواحد بيحاول يعمله، بيحاول يدخلهم هم ال3 بقدر الامكان علشان الفيديو يبقى لذيذ وسهل للشخص اللي بيتفرج. فده اعتقد بيضيف للمتفرجين اني بقدر اضيف لهم معلومه من غير ما يبقوا زهقانين او ملانين او كده، بطريقه فن خفيفه على قلبهم يعني. زي انا كنت قريت مقوله في مره ان انت السوشيال ميديا لما حد بيعمل محتوى تعليمي عليه بيبقى عاوز يديهم المعلومه من غير ما ياخدوا بالهم يعني. بالزبط. يعني المعلومه توصل لك وتبقى انت اتعلمت حاجه وما تاخدش بالك الا لما تيجي تستخدمها في المستقبل. عن طريق قصه مثلا. يعني هتلاقي حتى احنا كبني ادمين بعيدا عن مجال السوشيال ميديا كله، لما تاخد معلومه او حاجه عن طريق قصه وتتعظ منها احسن ما تاخد المعلومه دايركت. حتى فاهم انت لو قريت في القرآن هتلاقي اغلب المعلومات اللي جايه لنا كبني ادمين عن طريق قصص. قصه سيدنا يوسف اتعلم منها كذا وكذا وكذا، قصه كذا قصه كذا، واوقات في اخر القصه بيبقى فيه ملخص بيدي لك دايركت انفورميشن او كده. بس احنا بنحب القصص وبنتعلم من القصص احسن من التعليم الدايركت. ايوه الحاجات اللي هي كده زي ما انت قلت سبون فيدنج. السبون فيدنج ده ما بيشتغلش خصوصا الايام دي بالظبط، لان الاتنشن سبان يعني عماله تنزل. ايوه فانا كنت عايز برضو اعرف وجهه نظرك في موضوع الاتنشن سبان ده. انت شايف المستقبل دلوقتي هيكون في الريلز وفي الشورتس والكلام ده؟ يعني انت المقاطع التعليميه القصيره دي هل ممكن يعني نطبقها بشكل ما في المدارس عشان الاتنشن سبان، عشان الطلبه يجي لهم المعلومه؟ ولا انت شايف ايه الحل عشان؟ بص اقول لك حاجه، الاتنشن سبان دي تريكي قوي الحته دي. لان ناس كتيره لما بنقول لهم الاتنشن بتاع البني ادمين قل يقول لك خلاص احنا نعمل فيديوهات قصيره. هو مش ده الحل. انت ممكن تعمل فيديو 10 ثواني بس يبقى ممل ما يشدش اتنشن الشخص يقلبه. وعندك الناحيه الثانيه مستر بيست فيديوهاته 20 دقيقه. انا اوقات كتيره افتح اقول انا هشوف المقدمه كده واقلب الاقي نفسي مكمل الحاجه 20 دقيقه لان ما فيش ثانيه مش ما بيشدكش فيها. طبعا العالم كاوفر اول متجهين ناحيه الاسرع والاقصر وما اعرفش ايه وكده، بس هي فكره الاتنشن سبان قليله، معناها ان الفيديو لازم يبقى دايما حتى لو 20 دقيقه، حتى لو قد ايه.
بس لازم الفيديو يبقى دايما انترتيننج وبيشد غرايز البني ادم ان هو يفضل مركز. لدرجه ان مؤخرا في حاجه غيرت برضو نظريه الناس كلها. كان في بودكاست انتشر قوي اللي هو تبع فنجان تقريبا او حاجه كده، اللي هو اللي مدته هو 3 ساعات. بتاع العلاقات. 3 ساعات ومعرفش كسر ال 100 مليون. اخر مره بصيته كان كسر ال 100 مليون تقريبا. مم. فازاي فيديو 3 ساعات يكسر ال 100 مليون واحنا في زمن بنقول للناس يعملوا 20 ثانيه و30 ثانيه وبتاع وكده؟ لان طريقه القاء الناس والموضوع ومعرفش ايه وكده كان شادد الناس جدا، واخد الاتنشن بتاعهم طول الفتره. انت زمان اكيد لما كنت بتبحث برضه عن السوشيال ميديا كان دايما يقولوا لازم يكون في بدايه الفيديو بتاعك هوك. انا دلوقتي بقيت حاسس ان الهوك بقى محتاج يكون في الفيديو بشكل متكرر، مش بس اول بتاع انت اول حاجه بتجذب انتباهه. بس عشان تفضل معاك انتباهه، مش عارف لو في مصطلح تاني يعني مماثل لهوك، بس هو لازم تفضل انت قافش في المشاهد بتاعك. صح. شفت بعض الاجانب بيقولوها مايكرو هوكس في نص نص البتاع او كده. انا لما بشرحها او بدرسها او كده بدرسها بطريقه تانية، اللي هو احنا عندنا هوك في الاول، بعد كده عندنا الموضوع او البادي. والبادي بعمله ان هو بيبقى فكره كونكلوسيف، اللي هو كل جزء بيربط للجزء اللي بعده، الجزء ده بيربط للجزء اللي بعده، ده حصل بسبب ده او كده. فدي بتبقى somehow بتشد الناس على طول القصه. بس ما بسميهاش هوك، لان الهوك يعني زي كلها مسميات. هي الفكره في الاول وفي الاخر انت في الاول عايز تشد الناس جامد علشان يكملوا الفيديو، وفي نص الفيديو عايز تخليهم برضو يكملوا معاك. فلازم كده على طول تبقى شادد الناس يعني. طب بالمناسبه دي البروسيس بتاعت الانتاج للفيديو بتاعك، يعني مثلا ليتس انت بتعمل ريل دلوقتي، البروسيس بتمشي ازاي؟ هل انت بتكتب مثلا الكونتنت وبترسم الايدياز كده في تشارتس والحاجات دي، ولا بتقعد انا هعمل كذا وتقوم تجرب؟ بص، انا بطلع افكار من اللي بيقابلني في حياتي ومن الحاجات اللي انا شاطر فيها. يعني هتلاقي اغلب افكاري متوجهه ناحيه السفر. ما انا مسافر، انا في ماليزيا هنا مثلا، واحد شاور لي قال لي البرج ده تاني اطول برج في العالم، عملت فيديو عنه. اوكي. حاجات كده. في اغلب الاوقات بيبقى الموضوع بالنسبه لي ارتجالي اكتر. انا بيبقى عندي بس المين ايديا، انا هتكلم على تاني اطول برج في العالم، وبيبقى عندي لمحات بسيطه كده انا ممكن اتكلم على ايه، وبعديها بشغل الكاميرا واقعد اتكلم. طبعا الكاميرا بتفضل رولينج وبتكلم، واوقات بعد ما اقول سطر احس اللي هو لا السطر ده مش احلى حاجه، اقوم اعيده تاني. وانا كده في المونتاج بختار الحتت المظبوطه او كده. فبقعد قدام الكاميرا. اول ما بدات كنت ممكن اقعد قدام الكاميرا 10 دقايق اطلع فيديو دقيقه. دلوقتي بقيت بقعد قدام الكاميرا 3 دقايق اطلع في الاخر الفيديو يبقى مثلا دقيقه، لان خلاص بقيت عارف بقول حاجه من اول مره، ولو قلتها وعطلت مثلا هقوم عايدها على طول بسرعه تاني مره. وفي الايديتنج تك تك بقطع الحتت، حتى بيبقى في ساوند ويف كده صغير في الايديت، بقطع على قد الساوند ويف اقرب كله في بعض. ده كده البتاعه. بعد كده شويه بقى لو هحط انسرتات، حاجات تطلع على الشاشه، هحط ساوند افكتس، هزود حاجه، هحط اوقات مثلا عايز احط فيديو يدعم الكلام اللي انا بقوله او كده، وخلاص يبقى كده الفيديو يعني بنسبه كبيره جاهز معايا. انا بحس ان دي الفرق بقى بين ده، يعني الحته دي الفرق بين الشخص الموهوب في صناعه المحتوى والشخص اللي بيتعلم او الشخص المجتهد. انت اول ما قلت لي انك بترتجل، بحس ان ده يعني ده حاجه بالنسبه لواحد مثلا يعني دلوقتي بيسمع او بيتفرج على البودكاست، هيحس اللي هو ايه ده، لا موضوع صعب جدا طبعا. بس انت في دماغك ات ميك سنس اكيد. وبالذات لو حد جديد لسه اول مره يقعد قدام الكاميرا، الكلام بيبقى صعب جدا. يعني انا لما بشرح للناس او بدرس الناس كبدايه هيبداوا ازاي صناعه محتوى، لازم تكتب سكريبت في الاول، كلمه سطر، ولو عايز اكتب كمان التون بتاعك عامل ازاي، او في طريقه تانية احسن من الكتابه برضو، سجل فويس نوت السطور بتون الصوت. ولما تقعد قدام الكاميرا كده اعمل ايه، امسك مثلا اهو موبايلك، اسمع الفويس نوت. 3 حاجات لازم تعملهم لو عايز تتعلم مثلا في ماليزيا، خبي الموبايل. 3 حاجات لازم تعملهم لو عايز تتعلم في ماليزيا كده، وتطلع تاني طلع اسمع الفويس نوت. وطبعا في المونتاج هنجمع الحاجه كلها، مش هيبان طبعا الكلام ده كله، بس في الاول الموضوع بيبقى صعب الكلام قدام الكاميرا. فعشان كده يفضل يعني الواحد يبقى مجهز نفسه كاتب او عنده فويس نوت للحاجه بالمنظر ده. يعني يا جماعه فري تيبس اند تريكس اهو، اي حد عايز يبقى كونتنت كريتور اهو درس ببلاش اهو. خلينا نسيب بقى الكونتنت شويه ونخش على ماليزيا. انت دلوقتي بقالك في ماليزيا النهارده، بس ده اخر يوم، بس بقالك قد ايه بقى؟ 11 يوم. فالنهارده اخر يوم وعلي هيسافر للاسف ويسيبنا، فيعني
ربنا يجمعنا بيه تاني عشان بجد قعدته ما يتشبعش منها، واكيد انتوا شايفين ان هو قد ايه شخص لطيف يعني في البودكاست. انا ما كنتش قابلت علي خالص قبل النهارده، فاتعرفت عليه ودخلنا في التصوير على طول. بس يعني بجد انا مبسوط جدا ان انا قابلتك، وانا جدا والله. وانا كشخص اصلا مهتم بالكونتنت كريشن، انا بالنسبه لي ان انا اقعد مع حد زيك، يعني انت ما شاء الله الفولورز بتوعك في السوشيال ميديا حاجات رهيبه يعني. فانا بتعلم وانا قاعد، يعني دلوقتي قاعد كاني فان، انا مش هوست خالص دلوقتي. حبيبي والله. طب نسالك عن ماليزيا بقى، ايه رايك في ماليزيا؟ وانت كشخص بتحب السفر اكيد مش بتختار البلد اللي بتروحها كده وخلاص، انت يعني اكيد في حاجه جذبتك لماليزيا بالذات. بص، هي ماليزيا فيها ميزه بالنسبه لنا احنا كمصريين مش موجوده في اي بلد في العالم. اوكي. ماليزيا اسهل بلد الشخص المصري يقدر يخشها. لا فيزا بقى، الفيزا ببلاش اصلا، ما دفعش حاجه. ايوه. انا دخلت قلت لهم السلام عليكم كانك رايح شرم الشيخ. ايوه. هو بس بيبص على حاجه واحده بس، ان انا حاجز تذكره عوده، ان انا هخرج. هو بس عايز يضمن ان انا هخرج في البلد. تقريبا هنا مش عارف 90 يوم ولا 30 يوم. 90 يوم او 3 شهور. 90 يوم اللي هو السلام عليكم، بيدي لك 90 يوم مجرد ان انت هتخرج براحتك من البلد. بتقعد في بلد الاسعار في هنا لذيذه قوي، الدنيا سهله، بلد متطوره جدا زي ما قلت. وفيها بقى يعني حلاوه ماليزيا، انا بروح دول شرق اسيا وبحب دول شرق اسيا قوي لان انا محب للطبيعه عامه. فاللي مميز في ماليزيا يعني يمكن بقيت دول شرق اسيا يعني كتير منها نقدر نقول دول لسه ناميه. ايوه. لسه على قدها شويه، انما ماليزيا في حته تانية، بلد فعلا متطوره جدا وفيها السايد ده. وعندك السايد بقى ممكن تروح الجزر بقى مع بينانج، لانكاوي، ما اعرفش ايه الحاجات دي. تروح الجزر تعيش اللي هو شرق اسيا بقى والشواطئ وكده. وعندك بقى السيتي لايف والابراج والسكاي سكريبرز وما اعرفش والنايت لايف. واصلا كوالالمبور بالذات بالليل الانوار كانك في دبي مثلا، محل وشاورما وكنافه وما اعرفش ايه وبتاع. لا فيها لايف جامده قوي، وتقدر تتحرك بسهوله. عندك المتروهات والقطارات والمعرفش ايه، شبكه مواصلات حلوه جدا. لا بلد يعني كامله متكامله بجد. طب انت شايف ان ماليزيا بلد زي ما انت قلت، هي بلد سهله جدا للمصريين ان هم يخشوا؟ هي برضو من الاكسبيرينس بتاعتي يعني ان هي بلد سهل جدا انك تعيش فيها كمان، لان في عرب كتير. انت طول ما انت ماشي بتقابل عرب في الشارع كده عادي. ودي حاجه الناس مش بتكون متخيلها قوي لما تسمع اسم ماليزيا. يمكن النظره دي بدات تتغير قريب، بس زمان كان اسم ماليزيا تسمعه يا عم ده ماليزيا، لا ماليزيا ايه بس. يعني. لكن دلوقتي لا، الدراسه في ماليزيا متطوره جدا، والحياه في ماليزيا متطوره جدا، وفي اجانب كتير في ماليزيا. فانت شفت ده ازاي بعين حد لسه جاي مثلا قعد اسبوعين بس؟ انا شفت طبعا كسياحه، ودي معلومه جديده اكتشفتها، ماليزيا بتدخل سياح قد مصر والامارات كومباين. انا اللي هو ماليزيا، هو مين بيروح ماليزيا؟ أيوة. فاهم، احنا ده في اعتقادنا، بس اكتشفت ده عالم كامل جديد. ايه ده؟ ايه كميه السياح دول بيجوا ليه؟ ابتديت ادور بقى، طبعا سهوله دخول البلد، الاسعار القليله، الحياه الحلوه، الدنيا سهله، معرفش ايه، الشعب طيب ومحترم، بلد برضو متفتحه ومتقبله قوي لكل الاعراق بكل الاديان بكل البتاع. دي برضو نقطه بتسهل على الناس قوي ان هي تيجي. وبرضو لقيت حته منتشره قوي، حته اللي هي السياحه التعليميه. ايوه. ان هنا اكتشفت ان ماليزيا مركزين قوي كبلد يعني على اتجاه التعليمي، ان يبقى عندهم اقوى جامعات معتمده، معرفش ايه الكلام ده كله. فلقيت لقيت جامعات كتيره قوي هنا، حتى لقيت ناس بتبعت لي تروح شوف لنا جامعه كذا، صور لنا في جامعه كذا، معرفش ايه الكلام ده. فواضح ان التعليم هنا، انا دي حاجه جديده عليا، بس اكتشفت مؤخرا ان لا، التعليم هنا قوي جدا، وفي ناس فعلا من جميع انحاء العالم شفتهم بيدرسوا في الجامعات. والتعليم اصلا كمان هنا بالانجلش، فده حاجه مش هتلاقيها في بلاد كتير جدا يعني. مثلا عايز تروح المانيا، لا يقول لك خد لغه. ايوه، مش محتاج بقى الاجراءات والاوراق وخد لغه وامتحن في معرفش ايه علشان كام في البنك لا بلد مفتوحه وسهله ولذيذه قوي الصراحه. طب بما انك هنا تحت رعايه بايونير للخدمات الطلابيه، انت شايف انت اكيد شفتهم بقى بيتعاملوا ازاي مع الطلاب، او شفت دورهم في البروسيس بتاعه السياحه السياحه للطلاب، او ان هم يجيبوا طلاب ويسجلوهم وكل ده. انت شايف الدور بتاع شركه تعليميه زي بايونير اهميته ايه في الرحله بتاعه الطالب اللي جاي ماليزيا؟ عشان هنتكلم من وجهه نظر انا كطالب جاي بلد جديده.
طبعا الطالب برضو اللي بيبقى عنده ايه 17 سنه ولا 16 اللي هي الفتره دي لسه صغير، وكتير منه عمره ما ركب طياره وعمره ما طلع او كده. فطبعا اول حاجه دور الورق والاجراءات، وان هم بيشرحوا لك كل حاجه وما اعرفش ايه. تاني حاجه وهي دي اهم حاجه، ان انت توصل المطار تلاقي حد في استقبالك، إيه سيم كارد يجيب لك يوصلك المكان، لان انت هتوصل بلد جديده في مطار في حته بعيده. انت هتعمل ايه؟ هتوه، هيضحك عليك، التاكسي اللي في المطار ده بيبقى غالي جدا. فوجود حد ان هو يقدر يوصلك وما اعرفش ايه، فانا شايف دورهم حلو قوي في حته كسره الرهبه الاولى دي مهمه جدا. الحته التانية بقى، كونك اصلا عايش في بلد غريب او جديد او كده، الواحد بيبقى مفتقد احساس الاسره، ان يبقى حواليك ناس، الصحاب، معرفش ايه. ففكره انا حضرت اوريدي قبل كده ايفنت من الايفنتات اللي بايونير عاملاه، فمش فاكر كانوا مجمعين في قاعه 600 ولا 700 طالب حاجه كده، وكلهم طلاب عرب، وواقف شايف الناس قاعدين يتعرفوا على بعض، وانت من جامعه ايه ومن جامعه ايه، وعاملين دوري كوره وماتشات كوره واكل، كله بيقعد ياكل مع بعض وبتاع وكده. فالحاجات دي في الغربه مهمه جدا 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 اعتقد في نفسيه الطالب. فكره برضو ان هو تعليميا ما يحسش ان هو لوحده، ده في ناس زي بتدرس. لما الطلاب دول يتعرفوا على بعض ويبقوا صحاب، هيبداوا يسالوا بعض لما اتخرج هتشتغل فين، ده انا جاي لي منحه ما اعرفش، كان واحد بيقول جاي لي منحه في اليابان ما اعرفش ايه، فطب هشوف الدنيا. الحاجات دي بتفرق وبتساعد جدا اعتقد من الناحيه التعليميه ومن ناحيه حتى النفسيه والاريحيه وكده. هو حتى اصلا بايونير احنا السلوجان بتاعهم او الشعار يعني بتاعهم عيلتك في الغربه. هو ده احساس الدفى ده بتاع العيله. هو فعلا انت الناس دايما تقول لك المصريين في الغربه مش عارف ايه، الموضوع ده لا هنا الصراحه الموضوع مختلف. الموضوع مختلف خالص. لا يعني هنا رمضان هنفطر مع بعض، بص عاوز عندك مشكله ترفع سماعه التليفون، في 100 مليون حد هيساعدك. انت بس ترفع سماعه التليفون على بايونير هم هيتصرفوا. فدي حاجه طبعا انا نفسي انا جاي ماليزيا مع بايونير، الدنيا كانت سهله قوي يعني. الترانزيشن من ان انا كنت عايش، انا اصلا انا جاي من الكويت، فانا كنت عايش في الكويت. الترانزيشن ان انا اجي هنا بلد 8 ساعات بالطياره وبعيد، واصلا ما فيش طيران دايركت. الدنيا كانت كده مخيفه في الاول. اول ما تيجي هنا خلاص انت هتلاقي سكن، انت هيعلموك ايه، المطاعم هنا المطعم العربي كذا، المطعم العربي كذا، على الاقل الاساسيات اللي هي الواحد محتاج يخلص منها. بعد كده الواحد بيتعود بقى مع نفسه او كده. ايوه بالظبط. طب هسألك سؤال كمان على برضو الدراسة في ماليزيا. ايه النصيحة اللي انت عايز تقدمها لأي طالب دلوقتي بيتفرج علينا مثلا مهتم انه يدرس في ماليزيا؟ ايه النصيحة اللي انت عايز تديها له او تقول له ازاي يستفيد من التجربة دي بأقصى استفادة ممكن؟ الطلاب اللي اوريدي في ماليزيا بيدرسوا هنا او طالب هيجي يعني. طيب للطالب اللي في ماليزيا الاول، انا رحت الجامعات، رحت لفيت في كذا جامعة في ماليزيا، وشفت هم عاملين شراكات مع جامعات بره وهارفرد الحاجات دي يعني تقيله قوي. أيوة. وبالذات انا دخلت اكتر مجالات اللي هي الكمبيوتر ساينس والحاجات التكنولوجي ريليتد. طبعا دي مجالات المستقبل، فكون ان انت داخل في مجال من مجالات المستقبل في نفس الوقت انت في جامعه تقيله قوي ورانكينج على العالم عالي، واوريدي جامعه عامله شراكات مع جامعات في اوروبا ومعرفش في امريكا ومعرفش ايه وكده، فدي فرصه ليك ان انت يعني حاول تتفوق، اطلع من الجامعه ودور بقى على حاجه من الحاجات اللي بره، لان دي مجالات تقيله، ولو اشتغلتها في بلاد تقيله هتوديك في حته تانية خالص. فعلا ماليزيا اصلا بالذات مجال الاي تي في جامعات كتير جدا الترتيب بتاعها على العالم مثلا من اول 100 من اول 200. انا لما جيت هنا انا بدرس سايبر سيكيورتي، فانا لما جيت هنا كنت متفاجئ جدا ان هو فعلا التعليم نقله تانية خالص. اللي هو انت بتخش معامل وابل الطلبه عاملين عربيه. ايوه انا داخل في جامعه من الجامعات لقيت عربيه بيقولوا لي دي الطلاب هم اللي عاملينها. احنا عندنا مشاريع التخرج في الجامعه بتكون حاجات، واحد عامل درون مش عارف بتتعرف أيوة على وش البني ادم ايوه حاجات يعني جامده حاجات كده اللي هو يعني اوكي تمام يعني الحاجات دي موجوده يعني في الحياه. ومثلا تلاقي طالب عربي ممكن هو اللي عاملها بالظبط. ايوه لقيت طالب مصري عامه في واحده من الجامعات جاب لي جهاز كده نظاره هو بيلبسها بتقرا لك بالاي اي الشيبس وهي بتتعمل، وكسبان بيها جايزه وكلمته وقعدت واتصورت معاه حتى وبتاع وكده. ففي طلاب مصريين عاملين كده فعلا. اثبت ان الامكانيات اللي لو توفرت للطلاب بتوعنا وتوفرت الاسس السليمه ليهم يعني هيعرفوا يدوسوا قوي ويبقوا أكيد. يعملوا ستاندرد رهيبه يعني. طب انا هسالك بقى، لو انت طالب دلوقتي وتقدر تروح تسافر اي بلد في العالم، مش شرط تكون ماليزيا، هتدرس في اي بلد في العالم، انت هتدرس فين؟ والله السؤال صعب. هو على حسب عايز ادرس ايه. طبعا هشوف ايه البلد اللي احسن في الحاجه اللي انا عايز ادرسها او كده.
بس هو فعلا على حسب انا عايز ادرس ايه. بس غالبا هطلع، يعني هطلع بره اوروبا يعني. هشوف. لا مش شرط اوروبا، يعني ممكن اوروبا، ممكن ماليزيا، ممكن ناحيه كوريا واليابان. انا احساسي احنا في زمن دلوقتي اوروبا يعني مش هنقول راحت عليها، بس احنا مش في عصر اوروبا. أيوة. احنا في عصر دلوقتي ايه، الصين والدول اللي هي في في دول الشرق جايه دي. كده من الدول دي طالعه بقوه جدا. مهم. يعني لولا ان الناحيه الغربيه بقالهم سنين هم اسياد العالم نقدر نقول، مهم. كان زمان الناحيه الشرقيه دي. بس انا شايف ان المستقبل في الشرق دلوقتي. في دول تقيله قوي زي ماليزيا مثلا، غافوره، اليابان، كوريا الجنوبيه. الدول دي في حته تانية. ثانية فعلا. فانا نفسي اطلع اعتقد في الحاجات اللي في الشرق دي. وانا كعلي بقول انا سافرت كتير، انا بستريح في الدول دي. مم. الشعب طيب، ناس مش عنصريين تمام. لا في حاجات حلوه قوي في البلاد دي الصراحه. طب هسألك بقى على بمناسبة موضوع السفر، انت قلت سافرت كتير، فانا عايز اسألك ايه اكتر بلد حبيتها وايه اول بلد سافرتها؟ يعني سؤالين في سؤال كده. اول بلد سافرتها دبي، لان انا طلعت من مصر عشت في فتره في دبي. دبي، اوكي عشت 9 سنين، يعني فتره كبيره مش فتره صغيره. تمام. فدي اول بلد سافرتها. اكتر بلد حبيتها، انا برضو سفري سياحه شويه، مهم. وتصوير وفيديوهات وكده. انا كعلي انا محب الطبيعه، محب الشواطئ، محب المغامرات. يعني ما احبش، في ناس تحب تقول لك هنزل امشي في شوارع اوروبا في التلج. مم. انا بالنسبه لي ايوه ده اخش كنيسه، معبد، معرفش ايه. بالنسبه لي لا، انا عايز المغامره وكده. فهي برضو دول شرق اسيا. بالنسبه لي انا دايما في حيره بين الفلبين وبالي. مهم. دول اكتر بلدين سافرتهم. حسيت فلبين كجمال طبيعه احلى بكتير من بالي، احلى حاجه شفتها في حياتي يعني أوكي. كلها. بس البلد صعبه شويه ومش مهيئه للسياح زي ما بالي مهيئه اكتر. فهنا الميكس يعني. الميكس، ايوه. فانت بس طب لو هقول لك اختار واحده فيهم، لازم تختار واحده فيهم اللي هو عايش دلوقتي فيها حالا. ولا اروح اتفسح وارجع؟ تروح تتفسح وترجع. معايا فلوس، اصل هي الفلبين اغلى برضه شويه من بالي. الفلبين فعلا غاليه. الفلبين مش غاليه، بس التنقل فيها محتاج طيران كتير ومراكب كتير، والحاجات دي غاليه. مم. بالي جزيره، فهي سهله تروح وتيجي كلها على بعضها 50 كيلو ولا 60 كيلو من طب شمالها لجنوبها. انهي امتع لك، ان انت تبقى في حته صغيره زي كده ولا انك تبقى لا طبعا حته صغيره عشان هعرف اروح هنا واروح هنا واروح هنا وكده. خلاص يبقى الاجابه بس اعتقد بالي، اعتقد لو الإجابة بالي. نختار هتبقى بالي. طب عايزين بس بقى التنوع الاكتر. عايزين نتكلم عن الجمهور بتاعك بقى. يعني انت أوكي. الجمهور بتاعك ما شاء الله كبير جدا، انت عندك اكتر من 3 مليون على تيك توك، داخلين على 4 مليون خلاص. انستجرام عندك 500,000 تقريبا. فده اعداد مهوله وما شاء الله، يعني ربنا يوفقك اكتر والانستجرام يكون مليون والتيك توك يكتر ويكتر. عايز اسالك ازاي بتخلي التفاعل موجود لسه عند جمهورك، وازاي بتفضل تجذب انتباههم واهتمامهم يعني. هو الواحد دايما، انا لما بنزل فيديوهات انا من الناس اللي دايما بقرا الكومنتس اللي جايه لي، بشوف اتجاه الناس رايح فين، وبعمل فيديوهات متجهه ناحيه الناحيه دي. وبرده ده جزء من ان الواحد لما بيفهم السوشيال ميديا. انا بنزل فيديوهات لما الاقي فيديو جايب اهتمام، ببدا مع نفسي افهم الجمهور حابب ايه اكتر او عايز يتفرج على ايه، فابدا اركز على المواضيع دي اكتر. يعني انا مثلا لما سافرت عملت 5-6 انواع فيديوهات مختلفه ليها علاقه بالسفر. لقيت اللي معلق اكتر مع الناس مثلا عايزين يعرفوا الفنادق بتاعه الهانيمون، عايزين يعرفوا ازاي نحجز الطيران، عايزين يعرفوا كذا. فابتديت اركز اكتر على الحاجات اللي الناس عايزاها. فهي بتبقى مجرد من فهمك للكونتنت او كده، بتحس الناس عايزه ايه وتبدا تعمل حاجه تانية. برضو مثلا انا برد على نقدر نقول 90% من الناس اللي بتبعت لي الرسائل في اي وقت. الناس ده كتير بيبقوا فاكرين ان لو بعت له عمره ما هيرد وما اعرفش ايه. أيوه. لا، اي حد بيبعت لي دايركت حاجه واضحه او كده بخش برد عليه عادي، اللي هو عادي واحد بيسالني سؤال عادي، حياتنا عاديه يعني. الموضوع مش اوفر قوي بقى ملايين الرسائل، لا خالص بالعكس. فاي حد برد عليه. والكومنتات برضو اي كومنت ليه معنى، او حد بيسال على حاجه او حد بيعمل حاجه او كده برضو بنرد عليه وبنتناقش معاه. وليا ناس كتير يعني سبحان الله بدانا ان هو علق لي على حاجه، كلمني ما اعرفش ايه، وبقينا اصحاب من النت. انا شفت وهو مش بيعمل محتوى،
هو عادي طالب مثلا في جامعه او كده، بس اتكلمنا مره 2 3 وصحاب، ويمكن عمري ما قابلته بس صحاب على النت يعني. كنت لسه اقول لك انت حتى في الحفله شفتك اتعرفت على كذا حد وعملتوا لبعض فولو، ويعني كان الامور سهله خالص، ان ده طالب عادي مثلا في ماليزيا بس انت عرفت عليه، حسيت ان وبقول الموضوع لك كده. حاجه يعني علشان برضو نشوفها من الناحيه التانية، بعض الطلاب دول نفعوني، بعضهم صاحبتهم نزلت معاهم، ركبنا موتوسيكلات، شفت انا خرجنا الستوريز. عملنا بتاع، فصاحب يا عم ده الواحد يعني ما بيصدق يلاقي فرصه ان هو يتعرف على ناس ويعمل صحاب او كده. فالسوشيال ميديا بتبقى حاجه يعني تول بتساعدنا في حاجه زي كده. طب بمناسبه برضو انك الجمهور وانك علاقتك بالجمهور وكده، انت كسبت جايزه في 2022، جايزه ضخمه جدا، وهي انك صاحب افضل محتوى تعليمي ترفيهي في الشرق الاوسط. احكي لي عن الجائزه دي كده، وجات ازاي، ودور هقولك. جمهورك فيها كان ايه؟ الجائزه دي هي بتبقى طالعه من تيك توك نفسه، مم. يعني هي على منصه تيك توك مش أيوة. على مستوى بتاع كله. وهي education تيك توك مصنف الناس كاتيجوريز، فانا متصنف على تيك توك ان انا education، تمام. علشان اغلب المحتوى بتاعي بيبقى بيضيف معلومه او كده او بتاع. فهو تيك توك كل سنه بيعملوا اند اوف يير بارتي، دي بيختاروا فيها الاوائل من كل فئه او كده. فالتيك توك نفسه هو اللي اختارني في حته الاديوكيشن سنه 2022 ان انا يعني المركز الاول. طب وهي احكي لي طيب كواليسها، استلمتها ازاي، حسيت بايه لما عرفت؟ تيك توك بيعمل الحفله بتاعت كل سنه دي في دبي، وبيعزم كل الناس اللي هم صناع المحتوى اللي على التيك توك يقعدوا في فندق في دبي، وبينقلونا بقى يوم مكان الحفله او كده. وانا ما كنتش عارف، كنت حاسس ان كنت لسه هسألك يعني انا حد من هناك قال لي علي البس بدله، واتك على حته البس بدله دي، فحسيت ان انا طالع ستيج. فكنت حاسس ان في حاجه هتحصل بس ما كنتش عارف هي ايه، ما كنتش متوقع انها كده. اتفاجئت ان هو المركز الاول محتوى تعليمي، بالذات ان في ناس تقيله قوي على التيك توك كانوا في المحتوى التعليمي معانا يعني او كده، بس لقيتهم فجأة بينادوا على اسمي وسلموني الدرع يعني. طب وحسيت ايه في اللحظة اللي انت بتستلم فيها الدرع كده، بعد مثلا كان عدى 5 سنين تقريبا على الكارير شيفت؟ حسيت بايه يعني؟ كان لحظة كده؟ لا كانت لحظة مهمة قوي بالنسبة لي، بالذات الدرع ده. يعني سيبك من ال5 سنين قبليها بسنتين، وده اللي خلاني ابدا تيك توك اصلا. اتفرجت كان على 2 يعني حتى اصحابي دلوقتي، كان اسمه يوسف زي ما بقول لك كده، وديلي صبري، احمد صبري. الاثنين دول كانوا بيعملوا محتوى تعليمي على تيك توك. ومن سنتين يعني انا السنه اللي هي 2022 2020 اخر السنه، كان هما الاثنين بيتنافسوا على المركز الاول. وانا كنت مركز ومتابع الموضوع قوي وبحبهم هما الاثنين وبتاع، وبدات ساعتها شهر 1 2021 محتوى. عدت سنه 2021 دي كلها بهدف ان انا عايز اخد الجايزه دي. جيت على اخر 2021 يعني ما اعرفش ايه اللي حصل ساعتها، ما طلعونيش اصلا في التصفيات. مع اني كنت وصلت لحاجه حلوه. اتضايقت، وساعتها اصلا يعني سبحان الله من حظي الحفله ما كملتش، لان كان قفلوا الكورونا قفلوا الحفله، ما طلعتش اصلا دبي. وعملوا الجوائز كده وزعوها على النت يعني للناس، بعتوا لهم على بيوتهم وكده الجوائز. ف 2022 بقى تاني سنه ليا على التيك توك. وشوف انا بقالي سنتين وشايف الجايزه دي، ومن الحاجات اللي الهمتني ان انا ابدا اصلا. فكان دي اكتر حاجه بسطتني، ان انا حاجه بحاول اوصل لها بقالي فتره، والحمد لله يعني وصلت لها. احساس كده بالانتصار، انا صح انا صح. يعني اكيد جزء منها كان احساس ان الحمد لله الطريق اللي انا مشيت فيه ما خيبش ظني او كده. طب احكي لنا مثلا موقف حصل بينك وبين حد من الفانز او حد من المتابعين، خلينا من لو ما بتحبش تستخدم فانز يعني. اي حاجه. انا كعلي انا بالنسبه لي مش شخص الالقاب خالص كده. حد بينك وبين المتابعين موقف حصل كده انت عمرك ما هتنساه، موقف كده بالنسبه لك يعني حاجه حلوه مثلا. ماشي، هقول من احلى الحاجات برضو، ده جالي واحد قبل كده، كنت في ايفنت في بانل، خلصت بيتكلم معايا وبتاع، بيقول لي انا فاكرني ما اعرفش، انا مش فاكره، بيقول لي بيوريني انا وما اعرفش ايه، واشتغلت فريلانسنج والكلام ده. انا مش فاكر. قلت له اسمك ايه طيب، اجيب المسج بينا علشان افتكر لما بشوف سياق الكلام افتكر. فتحت لقيته كان باعت لي بيقول لي ان انا والدي توفى، وبدور ان انا معيش فلوس للتعليم وبتاع، وبدور ان انا في الفريلانس وما اعرفش ايه. ساعتها قلت له بقى على ابورك وفايفر وممكن تعمل كذا وكذا وكذا وما اعرفش ايه. فهو جالي الايفنت ده مخصوص، بيقول لي انا كسبت اول $1000 من على موقع من مواقع الفريلانسنج دي، واشتغلت وكده. ورجعت بقى لما رجعت للرساله لقيت، وسبحان الله انا بقول لك انا ناسي،
فدي حاجه بسطتني جدا، اللي هو فعلا رديت على واحد ممكن اخد خطوه، او انا كنت بس اول سلمه ليه في طريق فرق معاه، وفعلا كان هو الولد يعني، طبعا ربنا رزقه علشان والده اتوفى، الرزق جه عن طريقه يعني. بس سبحان الله يعني اتبسطت ان انا كنت جزء من الحته دي يعني. ما شاء الله، والله الله يرحم والده طبعا. وبس يعني عارف ده زي اللي هو تاثير الفراشه او الباترفلاي افكت، يعني ان انت اديت له كده بس الخيط وهو ما شاء الله يعني. اول ودي حاجه دايما برضو مهمه للناس على فكره. احنا لما بعلم حد او بعمل كده دايما بقول للناس اخرنا، واللي انتوا هتطلعوا منه من البودكاست ده اخركم اول سلمه. لازم الناس تاخد اول سلمه دي وتبوش هي بقى. يعني عمر ما حد هياخدك لطريق النجاح، ما بتحصلش. ممكن حد بس ايه يحطك على اول الطريق. طب انا مثلا دلوقتي انا زي ما قلت لك بدرس سايبر سيكيورتي، بس انا اكتشفت بعد فتره ما في الدراسه بتاعتي، يعني حسيت ان ده مش اللي انا عايز اعمله بقيه حياتي. اوكي. بس ودايما انا حاسس ان انا يعني حابب الانترتينمنت اكتر، حابب الايفنت مانجمنت، حابب الهوستنج، حابب الحاجات دي. بس دايما عارف حته التردد دي انك تاخد الخطوه الاولى، لان مثلا في خوف من الفشل، في خوف من ان انت تضيع وقت وفي الاخر ترجع تندم عليه او كده. ايوه فايه نصيحتك لحد، وده انا اعتقد في ناس كتير جدا دلوقتي خصوصا في الايام دي دلوقتي دخلوا حاجات واكتشفوا في النص ان هم لا مش حابب. انت قلت سايبر سيكيورتي وبحب ايفنتات وكده. أيوه. طب ما تعمل ايفنتات سايبر سيكيورتي. والله الفكره حلوه فعلا بين البيست اوف بوث وورز. طبعا نصيحتي الاولى اول حاجه امسك السايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي بحر كبير جدا، ممكن تلاقي فيها مجالات متشعبه تنول اعجابك. اوكي. ما لقيتش ليفل 2 ميكس بين السايبر سيكيورتي وبين اللي انت بتحبه. ايفنت سايبر سيكيورتي، اعمل فيديوهات عن السايبر سيكيورتي طالما بتحب الكلام ده، فممكن تلاقي ميكس لذيذ بين الاثنين بحيث ما تبقاش ضيعت. تالت حاجه بقى، لو خلاص قررت هتاخد اتجاه تالت خالص، حاجه حلوه ان انت يبقى معاك حاجتين بالذات سايبر سيكيورتي. انت في يوم من الايام مثلا هتشتغل، قلت في الايفنتس وكده، وهتعمل لنفسك في يوم من الايام ويب سايت، وهتعمل لنفسك معرفش ايه، فهتلاقيها هتضيف لك بطريقه ما. وحتى لو ما ضافتلكش دايركت، العلم اللي انت اتعلمته ده اكيد فتح لك في مخك حاجات هتفيدك. يعني حتى دايما تلاقي اشهر الناس في مجالات معينه جايين من مجال تاني، لان هو دخلوا من مدخل مختلف. انا مثلا دخلت مجال الفيديوهات وكده من مدخل غير ناس تانية، ما اخدتوش. بالعكس، ده اوقات لما الناس تاخد المجال من اوله، اللي هو لو كنت دخلت اعلام ومشيت الطريق مش هتوصل. ممكن دخولك سايبر سيكيورتي نقلتك للاتجاه الاعلامي او كده يبقى احسن لك. بتشوف المجال بنظره مختلفه شويه. بالظبط. اللي بداوا في المجال من اوله عمرهم ما يقدروا يعملوا مثلا اللي انت عملته او كده. والنصيحه صراحه يعني انا حاسس ان دي احسن ممكن نصيحه جات لي على موضوع الكارير شيفت ده، لان دايما بسال الناس فبيقولوا لي حاجات يعني كده، احس ان هو بيقولوا لي حاجه وعكسها، حاجه وعكسها. فيعني شكرا ان انت اديتني النصيحه دي بجد، لان انا اكيد هتاثر عليا برضو. ده ممكن يكون تاثير الفراشه، فبعد كام سنه دلوقتي لو انا بعت لعلي او كلمته قلت له ما تنسانيش بس، لا ما لا تاخدش لا تقلقش. عايز اسالك بقى على التوقيت المناسب ان انت تعمل كارير شيفت. يعني عرفت منين ان انت دلوقتي خلاص انت لازم تسيب العماره وتروح تعمل كذا؟ وبرضو دي نصيحه للي عايز يعمل كارير شيفت. بحس مفيش لحظه حاسمه على قد ما هي تدرج. انت لما بتلاقي واحده واحده، يعني انت بتمسك العصايه الاول من النص، شويه هنا شويه هنا، ده بيزيد انقل هنا انقل هنا. اللحظه اللي تحس ان المجال التاني هتقدر تاكل وتشرب منه، وهتقدر تأمن ان انت تعرف تشتغل، ولو سبت شغلك ترجع تشتغل تاني او كده، خلاص دي اللحظه اللي خلاص هنقل فيها. طب في النقله دي بقى، يعني انا عايز اسالك انت ايه اصعب لحظه مرت عليك في نقلتك من الهندسه لليوتيوب، سوري، للسوشيال ميديا، او في حياتك عامه، لحظه انت فاكرها لحد دلوقتي كانت يعني صعبه عليك؟ اعتقد اصعب فتره رؤيتي لاصحابي ان هم كانوا بداوا، بالذات انا دخلت الجيش سنه ونص قبل بمركز التدريب الكلام ده كله، فاللي هو كنت طلعت صحابي اوريدي بنوا وعملوا ومعرفش ايه، وانا لسه قاعد فاهم في بيتي على الكمبيوتر بحاول اعمل حاجه مش عارف هي هتنجح ولا لا. فاعتقد رؤيه او المقارنه بيني وبين الناس اللي حواليا بداوا يوصلوا، الواحد بيجي له احساس ايه ده، طب لو انا كنت كملت كده كان زماني احسن ولا لا. هي دي اعتقد اصعب حاجه يعني. طب مثلا يعني حسيت ايه اكبر فرق بينك وبينهم؟ يعني هم كانوا وصلوا لفين
او يعني حاجه معينه انت شفتها عندهم قلت لا ده يعني وصلوا ان هم بقى بيشتغلوا بقالهم سنه مثلا ونص ولا سنتين في مجال الهندسه، مهم. فاهمين السوق ماشي ازاي، كل واحد معاه بيشطبوا شو، ده معاه كلاينت هنا، ده معاه معرفش ايه، بينزلوا بيشتغلوا بيعملوا، اللي جاب مثلا بتاع عربيه واللي جاب بتاع، وانا لسه اللي هو انا لسه ما بداتش. لسه خارج. طبعا جزء كبير منها جيش اكتر ما هو، لان انا اتاخرت سنه ونص، اغلب صحابي ما دخلوش جيش، انا الوحيد اللي دخلت، فيمكن جزء كبير منها كانت في الحته دي، بس يعني هي عدت. طب نبعد بقى عن الكونتنت اللي انت بتعمله. انا عايز اسالك على حاجه انا بحبها واعتقد انت كمان بتحبها، الكوره. انا عرفت بقى، انا سمعت ان انت ايه بتحب الكوره حب يعني مش طبيعي، حياتي. ويوم الكوره هنا ايه. بص انت، انا هسيبك تعيش بقى، انت ايه بتشجع مين مبدئيا انا دي بقى حاجه غريبه عني في الكوره، انا ما بشجعش حد خالص؟ خالص، ولا في مصر ولا في اوروبا؟ ولا مصر ولا بشجع. طبعا لما مصر بتلاعب اي فريق اشجعها، لو الاهلي بيلاعب مثلا في افريقيا فريق اشجعه، لو الزمالك بيلاعب حد في افريقيا بشجعه، بلدي ده كابتن سيف زاهر كده. اشجعها. انما فكره اللي هو اتنين، انا احب الكوره واحب اتفرج على لقاءات القمه جدا، يا لهوي ايام ريال مدريد وبرشلونه، ايام ميسي ورونالدو ده لا متعه بالنسبه لي، وبرده القمه الاهلي والزمالك والكلام ده، الواحد كان بيحب جدا يتفرج على الحاجات دي. بس عمري ما ملت ان انا اشجع حد، اصل اشجعه ليه يعني؟ انا بالعكس، انا كل ما يبقى في فريق خسران الاقي نفسي عايز يكسب. بشجعه اكتر، عشان عايزهم يتعادلوا عشان يوصلوا لضربات الجزاء، عشان الحماس او المتعة. الاكسايتمنت او كده. بس فكره ان اشجع لا يعني اي فايند ات، يعني انا عارف الناس كتير وانت منهم بتحب الكوره، واكيد انت شكلك مدريداوي كريستيانو. لا خالص، صح؟ انا بشجع ليفربول عادي. ليفربول ماشي. فحته الكوره دي بالنسبه لي لا، يعني انا بحب الكوره وبستمتع بالكوره، احب اتفرج على لعب حلو وما اعرفش ايه، بس ما اشجعش حد يعني. انا بص، دي حاجه برضه انا يعني بحسدك شويه عليها، لان انت عارف لما بتتفرج على ماتش حلو، مثلا انا بتفرج على ليفربول بيلعب فريق والفريق التاني بيلعب حلو، انا مش عارف اشجع الفريق التاني. انا عايز الفريق التاني حد فيه يتصاب، يحصل حاجه، انا عايز اكسب. جزء انتماء ليك حبا اتغرس في ليفربول بسبب محمد صلاح اكيد طبعا. بصراحه فدايما عايز ليفربول يعمل احسن او كده، بس ليفربول ده احنا ما كناش نسمع عنه قبل محمد صلاح. لا جيرارد لا في يعني ناس كتير كانوا كان ساعتها بيشجعوا تشيلسي اكتر وما اعرفش ايه وكده. مورينيو ايوه. كان ساعتها تشيلسي، وكان هو ريال مدريد وبرشلونه، كان في فتره قبلها ارسنال برضو يعني هنري وكده. بس يعني ليفربول كانت قشطه موجوده، بس كناش بنكسب حاجه صح. ما كانتش من الحاجات اللي موجوده على الخريطه بالنسبه لنا، بس احنا محمد صلاح هو اللي خلانا نحب ده، هو اللي دخل الدوري الانجليزي على قهاوي عندنا في مصر اصلا. بقى اصلا بيبقى شغال مثلا ريال مدريد والمدريديه هيموتوا يتفرجوا، بس ايه لا ليفربول بيلعب ايفرتون مثلا. ايوه يعني صلاح. وانا كمان زملكاوي، فبص انا أوكي. في مصر ايه متعود ان انا بخسر في مصر، فلما بدات اشجع ليفربول ايه ده احنا بنكسب. ده في في فوز. مكسب. طب بتابع حد من صناع المحتوى بتوع الكوره اللي لا خالص؟ انا بص هقول لك حاجه، انا مشكلتي ان انا في فتره من الفترات حسيت ان 90 دقيقه كتير قوي. ايوه اوكي. كتير قوي، فاللي هو لا فبقيت بتفرج، بس عارف الماتش اللي القهاوي بتتملي علشانه، بقيت اتفرج على الماتشات دي القمه، هات لي التوب بيرفورمر هنا والتوب بيرفورمر هنا يتقابلوا انا اتفرج. ده برضه نرجع تاني لموضوع الاتنشن سبان، يعني برضه برضه على فكره في ناس كتير جدا ده شافها 90 دقيقه يعني كتير، لا خلوها 60. قلل شويه الماتشات، خلي الموضوع في السريع كده، او اتفرج على هايلايتس بعض، برضه اتفرج على بعرف رونالدينيو بقى، بيست رونالدينيو بلايز وما اعرفش ايه الحاجات دي، اتفرج على الهايلايتس. انا بحب الكوره وبحب الرياضه عامه، وبحب الكومبيتيشن حتى بعيدا بقى عن الرياضات الحقيقيه. انا اي سبورت جيمر، يعني ليج اوف ليجندز دي اخذت فترات من حياتي وكنت جيمر وكنت بلعب وما اعرفش ايه، وطول عمري جيمر من وانا من ايام ما كنا بننزل السايبر نلعب كلاو وجاتا وكاونتر سترايك 1.5 وسي اس جو، كل الالعاب اللي موجوده في الدنيا. طب بتلعب الالعاب الجديده بقى اللي هي فورتنايت وفالورنت والحاجات دي؟ انا اصلا الالعاب الاونلاين دي مدمره للحياه، هي بصراحه إدمان. هي ادمان، ولو الواحد ما سيطرش عليها فعلا ممكن تاذيه. انا وقفت عند ليج اوف ليجندز، اكتر لعبه سحلتني في الدنيا. ورسمت خط اول ما لقيت لعبه نزلت على الموبايل، قلت انا اللي بيحكمني ان انا العب ان انا لازم اقعد على الكمبيوتر. لو اللعبه موجوده على الموبايل انا خلاص، انا في الخروجه اصلا الحاجات دي بندمج معاها جامد قوي، هي اصلا بتاكل المخ. انا جيمر وكومبيتيتيف قوي، فلو دخلت السكه دي الصراحه، فقلت اي حاجه هتنزل على الموبايل مش هلعبها، ما ينفعش، لان هي بقت افيلبل في كل مكان. خلاص في ماليزيا هنا انا مسافر
زهقان، بدل ما هجبر نفسي ان انا انزل والفلف واتعرف على ناس وكده هقعد تفتح العب. التليفون. انما عشان معيش البي سي بتاعي في البيت فانا مجبر ان انا مثلا ما العبش او كده. فما لعبتش بقى بابجي، فالورانت، فورتنايت، الكلام ده ما دوستش فيه. لعبت يعني. فيفا طيب؟ لعبت فيفا فتره، بس انا من ايام بيس بتاعه بلاي ستيشن 2. يعني يعني انا فاكر كنت بلعب بكريستيانو رونالدو في مانشستر، وتقعد ترفع وروني وسكولز وكده. دي اخر فتره كنت في الكوره اللي هو جامد. وبس الدوري المصري بعديها بعدت شويه عن الكوره، ولما فيفا ظهرت بقى وطلعت ما دخلتش. الصراحه احسن والله. يعني ده انت لو بتقول على دي ادمان، ففيفا دي بتعمل حاجات، يعني بتخلي دراعات تتكسر ايوه وشاشات تتكسر وحاجات كده، فاحسن لك ما تخشش فيها يعني. طب نسيبنا بقى من الكوره، وعايز اسالك عن الخطط اللي جايه بالنسبه لك. انت ايه اللي شغال عليه دلوقتي؟ انا شفت ستوري كده حاجه على الترافلينج، وفي انفلونسرز من اندونيسيا وبتاع، لسه انا بنزلها النهارده، فتحكي لي مثلا عن البروجكت هي دي ده. حاجه خلصت. يعني انا مش عارف البودكاست دي هتنزل امتى، على حسب امتى احرقوا او ما تحرقوش. اوكي. بس هي كانت طالعه مع جي تور، مختارين احلى اماكن في العالم. يعني المفروض 5 بلاد مختلفه في العالم، ومختارين واحد من كل بلد دي يمثلها ويلف في احلى اماكن في البلد. تمام. فاختاروني انا، اخترت ساعتها مرسى علم. كانت الخطه مرسى علم والصحراء البيضاء، بس قابلنا شويه مشاكل، تصوير، تصاريح، درون، معرفش ايه. هو الخطه اصلا اللي هم كانوا باعتينها لي يعني كاصل سيوه، الصحراء الغربيه، مرسى علم، شرم الشيخ، لا ده كده معرفش ايه. لفه كبيره قوي. واماكن جميله جدا في مصر، بس طبعا اللوجيستكس بيهايند الحاجات دي مش سهله قوي. ففضلنا على مرسى علم ان احنا ناخد خط البحر الاحمر ده من اول القصير لحد يعني حلايب وشلاتين او كده، ونصور بقى في البتاعه دي ونوري جمال مصر او كده. فهي دي يعني الخطه. الصراحه انا متحمس جدا للبارت ده يعني انا مش اعتقد مش هتفرج على الباقي الصراحه. انا هاجي اتفرج على علي وبعدين نشوف بقى الباقي يقولوا ايه. واحد منهم في بالي على فكره. في بالي اندونيسي، واحد هو اندونيسي. الاندونيسي في بالي. اوكي. وبيرو بقى، يعني هم من كل قاره تقريبا يعني. واخدين حد. خلاص. طب ايه بقى خطط تانية؟ ما تحرق لنا كده كام حاجه كمان. ايه هتعمل ايه الفتره الجايه؟ شويه خطط. انا بص، انا من الناس برضو اللي عايش لحد ما اليوم بيومه شويه. يعني مفيش خطه محدده قوي، بس الخطه الكبيره دايما انا بحب السفر. استنونا في اليابان، استنونا في المالديفز. بحب السفر، بحب دول الشرق زي ما قلت، ففي سفر ان شاء الله كتير. ونفسي برضو دي من الحاجات اللي دايما خطه لونج تيرم جول، ان اعمل برنامج زي عارف احمد الشقيري سين. نفسي اعمل حاجه الستايل ده، انزل بقى يبقى في مصر ونلفلف على المصانع، ونشوف ايه النقط الايجابيه القويه اللي موجوده في مصر، ونبدا نظهرها بقوه اكتر. انا حاسس ان احنا في مصر فعلا، او مش في مصر بس، العالم العربي كله، احنا البرامج دي بقت قليله قوي، او بقت مش موجوده اصلا. اكبر دليل لو شفت برنامج شارك تانك ده، مكسر الدنيا في مصر، لان هو اول برنامج فعلا من نوعه مفيد. وبرنامج تاني مفيد برضو طلع وكسر الدنيا، العباقرة. برضو لما طلع انا اللي عمري في حياتي ما اتجمعت في الليفنج روم مع عيلتي اشوف التلفزيون، العباقرة ده ابقى يا علي العباقرة، ولا بابا مكلمني ونتجمع كلنا عشان نتفرج ونقعد نجاوب مع بعض وبتاع. فواضح ان في نقص في السوق للنوع ده من البرامج، والناس مستعدة. عملوا اعتقد احمد داوود عمل برنامج برضو كان بيلف على المصانع او حاجه كده، شفته في فتره ما، مش عارف ليه ما طلعش للضوء، يعني ما ظهرش بقوه او كده. يمكن اتعمل بطريقه مش فن وسريعه، مش ترندي، يعني مش ترندي او كده. بس اتمنى نشوف حاجات اكتر من كده، واتمنى انا اعمل حاجه زي كده. رساله يا جماعه، لو اي منتج يشوف الفيديو ده انا برشح عليه بشده. لو ينفع اجي كده اطلع بس كده في حلقه ولا حاجه اكون شاكر يعني. طب سؤال كمان. السوشيال ميديا دلوقتي بتتغير بسرعه جدا، فمن ضمن خطتك الجايه شايف هتغير الكونتنت بتاعك، ولا هتفضل زي ما هو؟ ولا انت قلت انك بتعيش اليوم بيومه، ودي حاجه يعني انا سلم عليها، طمنتني على نفسي عشان انا بعيش اليوم بيومه برضه انا بس هل عندك خطط شايف ان انت المحتوى بتاعك محتاج يتغير عشان تواكب حاجه معينه؟ بص، المحتوى دايما محتاج يتغير، ومش فكره انه يتغير كاصل محتوى على قد ما سياق المحتوى، طريقه عرض المحتوى، الكلام ده كله هو اللي ده لازم يقعد يتغير بناء على الاتجاه ايه. فاكر فتره مثلا كان الناس بتعمل دويت وبترياكت وتلاقي اتنين طالعين جنب بعض،
اتحداك دلوقتي افتح قلب لمده نص ساعه على التيك توك بتاعك مش هتلاقي مش دوت هلاقي. واحد. ليه؟ لان ده في فتره ما كان ده المحتوى اللي شغال، وطلع خابي ليم اشهر واحد تيك توكر في العالم كله دلوقتي على المحتوى ده. بعديها ابتدوا حسوا ان في مشكله في الاوريجيناليتي اوف كونتنت. الكونتنت ما بقاش اوريجينال، ده بقيت اجيب اي فيديو فايرال واطلع معاه واحنا الاثنين فايرال مع بعض وبتاع. فابتدى احنا هنوقع ده شويه ونزق ده شويه، هنقلل من الستايل ده وهنعلي من الستايل ده. فكل فتره الاتجاه بيختلف طبعا وشكل المحتوى بيختلف، بس هتفضل الاسس او البيلرز بتاعتي محتوى دايما بحب اضيف معلومه الهم الناس معرفش ايه بطريقه فن سريعه كده، تكنولوجي، مواضيع حياه، سفر. اعتقد دي الامبريلا اللي انا تحتيها يعني. وبقى اللي ساعتها يجي بقى اللي هو فاهم زي ما انت بتقول اليوم بيوم. سياق الفيديو بقى ايه اليوم بيوم. طب قبل ما نختم عايز اسالك كده بص اسئله سريعه يعني كده رابيد فاير، يعني هسالك يلا كام بينا. سؤال ورا بعض وانت ترد عليا على طول. ايه اكتر ترند حاليا انت معجب بيه، او اكتر ترند ممكن تيك توك او سوشيال ميديا عامه او في الحياه عامه، ترند انت كده معجب قوي بيه يعني؟ اعتقد هو مش دلوقتي، هو بقاله حبه، كان بتاع مخرج كده مش فاكر اسمه ايه. اسمه ايه؟ ويس اندرس. مش متاكد. ويس اندرسون. اوكي اعتقد ويس اندرسون ده كان مخرج كده، كان ستايل اول ترند يطلع مبني على فكره الفيلم ميكنج، اللي هو احنا بنصور حاجه بالوان معينه بكالرز مخرج معين بسيمتري، لان هو المخرج ده كان مشهور بطريقه معينه في التصوير او كده. فكان اول ترند يطلع قريب من ستايل الكونتنت اللي انا بعمله، لان اغلب الترندات ما بتبقاش قريبه من ستايلي. اعتقد ده حلو. برضو بيبقى اوقات في ترندات مثلا سفر طالعه، كان في اغنيه لحد تونسي الو يا عمري وينك حاجه كده طالعه الناس مطلعاها على دهب مثلا. ده حمسني شويه، انا عايز اروح دهب مثلا واصور الترند ده لقطات حلوه على مثلا الترند ده او كده. فاعتقد تبقى حاجات كده اكتر يعني. طب ايه اكتر اكله عجبتك في ماليزيا؟ اكتر اكله عجبتني الستاي عامه خطير. هي الستاي للناس برضه اللي ما تعرفش، هي عصيان كده حاجه زي شيش طاووق كده بس ماليزي. شيش طاووق عصيان وعليها الفراخ واللحمه بس دايما بتبقى طريه جدا. وبيحطوا معاها صوص كده زبده فول السوداني، حاجه غريبه كده تحسها مش لايقه، بس تاكلها لحمه طريه دايبه مع صوص حلو، خطيره. انا شفت برضه ان انت عجبك الفطار. الفطار حلو قوي، جربت، بس ده اعتقد مش ماليزي، اللي اسمه النان تقريبا، تشيز نان. النان ده يعتبر هندي. فطيره كده جواها جبنه حلوه قوي برضو. هو اللي ناس كتير برضو ما تعرفوش اصلا ان ماليزيا فيها يعني الماليزيين هم مقسمين ل3 عروق. اخدت بالي من الموضوع ده. فالناس بتيجي انا لما جيت هنا اتصدمت، انا كنت فاكر ان الماليزيين هم الماليزيين بس اللي هم الاسيويين اللي احنا بنشوفهم، طلع بقى فيه هنود وصينيين برضو ماليزيين. بالظبط ايوه، فهتلاقي اختلاف الكوزينز هنا، شفت فعلا كميه اكل كتير قوي. طب اوكي السؤال الثالث، ايه ابلكيشن انت مش هتعرف تعيش من غيره؟ ابلكيشن ما اعرفش، جوجل مابس او واتساب. اعتقد اهم حاجه واتساب. اوكي صح. وجوجل مابس في السفر، جوجل مابس اهم ابلكيشن في الحياه. وحتى دلوقتي في حياتنا احنا لما بننزل نخرج نروح نيجي جوجل بقى يعني مفيش حد بقى بيحفظ طرق عليه. واعتقد واتساب طبعا. اوكي يبقى واتساب وجوجل مابس. لو خليك تختار واحد بس، واتساب. اوكي. طب لو انت مش بتشتغل صانع محتوى ومحتاج تشتغل حاجه تانية مش مهندس، ايه الشغلانه اللي كنت بص انا طول عمري عاشق الكمبيوتر. اوكي. وكنت عايز اخش اصلا كمبيوتر ساينس زمان، بس بابايا قال لي كان ساعتها كل بتوع كمبيوتر ساينس بييجوا يعملوا ويندوز. فهو بيقول لي كل خريجه كمبيوتر ساينس اللي عندنا في الشركه بييجوا يسطبوا لنا ويندوز ويحطوا وورد بتاع مضروب او فبتاع. بس انا طول عمري كنت بحب قوي الكمبيوتر والبرمجه وبتاع، دماغي الجوريزمك اصلا يعني، انا دماغي في الحته دي. فاعتقد كنت ممكن اخش في الناحيه دي، ده اتجاه تاني بقى خالص، حاجات بقى سفر، ابقى بدرب دايفنج، ابقى بدرس، بدي ماس اي جي، حاجات كده يعني. حاجات اعتقد راندوم قوي. ممكن ده كل ده شغال. طب والله يعني انا بريليت قوي للي انت بتقوله ده. انا حاسس ان احنا شبه بعض قوي. ايوه محتاجين نتكلم كتير بعد البودكاست ده. طب اوكي اخر سؤال بقى في الرابid فاير، ايه وجهة السفر اللي انت رايح لها بعد ماليزيا؟ يعني انت ايه البلد اللي نفسك تزورها بعد ماليزيا؟ خطتك نفسي ازورها، انا نفسي ازور المالديفز واليابان.
دول الاثنين اللي اون ماي ليست. نفسي برضو طبعا ازور البرازيل، بس هي صعبه قوي علينا بعيد قوي. كمشوار وكاوراق وفيزات وكده. نفسي ازور تايلاند، ما رحتهاش، بيقولوا عليها كلام جميل. كوريا الجنوبيه نفسي ازورها. يعني نفسي ازور فيتنام. يعني في حاجات بلاد كتيره قوي على الليست، بس هو اعتقد اقربهم اليابان والمالديفز. طب لو هتختار واحده بس؟ اختار واحده منهم. آه. المالديفز. انا المالديفز. شخص بحري. انا نفسي اروح المالديفز جدا برضه. انا يعني نفسي يعني برضه، انا اعتقد اكتر بلد نفسي اروحها في حياتي المالديفز يعني. ومعلومه يا جماعه للمصريين مهمه قوي يعرفوها. اه. المالديفز من ارخص البلاد اللي ممكن تسافروا لها كطيران. الموضوع سهل جدا جدا جدا. والمالديفز فيها ممكن تقعد في هوستلز وفي اوتيلات متوسطه سهله جدا. سيبكم من الحاجات اللي بتلاقوها في وش البحر اللي بمليون الف دي. ايوه. بس تقدر تروح بجد المالديفز بادجت جدا وتنبسط وتعيش حياتك. والناس اصلا ما تعرفش برضه ان المالديفز بلد مسلمه يعني، اعتقد المالديفز برضو بلد مسلمه وفيها كلتشر لذيذ قوي يعني. علي احنا خلصنا، والله وانا أنا متضايق إن متضايق إحنا اقسم خلصنا. بالله ان احنا خلصنا. كان نفسي ان احنا نطول اكتر من كده، بس طبعا انت وراك طياره وحاجات، فلازم برضه ما ناخركش يعني. شكرا جدا ان انت شرفتنا يعني، ورحلتك أنا مبسوط الملهمه إن أنا دي. معاكم. انا اتبسطت ان اتعرفت عليك اكتر، ويعني دي فرصه يعني اعتقد ناس كتير هتتمنى انها تكون مكاني. فطبعا الانستجرام بتاع علي هيكون موجود على الشاشه دلوقتي، اعملوا له فولو. طبعا احنا مش محتاجين نقول كده يعني علي غني عن التعريف يعني. وما تنسوش ان احنا بايونير للخدمات الطلابيه، احنا دايما في دعمكم ودايما وراكم عشان تحققوا احلامكم وتدرسوا في ماليزيا او تدرسوا عامه. واي نصايح محتاجينها تواصلوا معانا. هنسيب برضو الانستجرام بتاعنا، وانتوا اكيد على قناه اليوتيوب بتاعتنا دلوقتي. فدي نهايه اول حلقه من بايوكاست، البودكاست الرسمي لبايونير للخدمات الطلابيه. انا عمر، وعلي كان معايا النهارده ضيفي الاول، شرف ليا طبعا. سلام.